أيضا ترك شوط المباراة الأول وهو على ملعبه متأخر بهدف، أمام أيضا حلول أنه يبدأ أيضا في شوط المباراة الثاني مهاجما، وخاصة في بداية الدقائق الأولى ما إذا أراد الدخول إلى هذه المباراة، وخاصة أن الهدف الذي يسجل على الاتفاق يحسب بهدفين في حال تعادل الفريقين. بالتالي هناك التغيير الذي طرأ على الخارطة الهلالية، وبالتحديد للروماني كوزمين أولاريو زج بعبد العزيز عبد السلام بديلا لياسر الياس الظهير اليمين. كرة ملعوبة للأمام ولكنها أيضا سهلة لمحمد الدعيع. محمد الدعيع يحاول أيضا امتصاص الحماس، لأنه يعلم تماما أن الفريق الاتفاقي في شوط المباراة الثاني بكون أو بعلاقة أكون أو لا أكون، لأنه هو الخيار الذي أمامه، ولكن أيضا حذاري على الاتفاقيين أن يسجل في مرماهم هدف ثاني، بالتالي تزداد المشاكل وتزداد الأمور صعوبة. ما إذا أردنا أن نشاهد أو أن نتابع مباراة أيضا جميلة، هذا في نظر أيضا الزملاء بأن الاتفاق يسجل هدف التعادل، بعد ذلك سنشاهد حماس آخر في هذه المباراة. عمر الغامدي، مارسيلو تافاريس، كرة منقولة على الجهة الأخرى ملعوبة لراشد رهيب في وسط الملعب، محمد روبز في وسط الملعب، خذوا هات للنجعي، روبز على الجهة الأخرى منقولة للاتفاقيين، صالح بشير يحاول يراوغ، صالح بشير ملعوبة ولكن إلى ركلة زاوية، وأول ركلة زاوية في المباراة. صالح بشير الذي سدد كرة جميلة كانت في القائم الهلالي في شوط المباراة الأول، لكن بعد ذلك اختفى صالح بشير. ها هو يعود صالح بشير من جديد ليريد أن يرجع علاقته بالشباك، وهو الذي واعد قبل هذه المباراة بأنه لابد أن يهز الشباك الهلاليين. هذه كرة ملعوبة ولكنها عادت فيها تسديدة، مراوغة، محاولة، خالد عزيز يتراجع ولكن عادت من جديد محاولة، كرة عالية، وهناك مارسيلو تافاريس يتدخل أيضا هنا صمام الأمان، ولكن حكم المباراة خليفة الدوسري يحتسب هناك خطأ. وهناك أيضا بالجانب الآخر عتاب من محمد الدعيع على زملاء على تخليص هذه الكرة، لأن أيضا ما كان هناك تخليص جيد من الهلاليين. حكم المباراة الحكم الدولي خليفة الدوسري يطلب أيضا الإسعاف الخاص بالنسبة للاعب خليفة الدوسري الحكم الدولي. كنت أتحدث معه قبل المباراة فنقل لي بعض الأحداث الخاصة، فقال من أغرب ما كنت أحكم في بطولة الصداقة العربية صادفني موقف لا يمكن أن أنساه في التحكيم. هو عندما كنت أحكم مباراة أيضا لفريق الفتنامي، وأعطيت اللاعب بطاقة صفراء ثم أعطيته مرة أخرى بطاقة حمراء، ظننت أن اللاعب هو اللاعب لأن تشابه الوجوه ما بين اللاعبين متشابه جدا ومتقارب جدا، وطردت اللاعب. بعد ذلك استدعاني الحكم الرابع وأعاد اللاعب إلى مكانه في الملعب. هذه كرة ملعوبة للأمام منقولة في وسط الميدان، سياف البيشي يتقدم على الجهة اليمنى، لاحظ الإصرار الاتفاقي، هذه فيها تسديدة من صالح بشير ولكنها أيضا تأتي صالح بشير الذي كانت له الوقفات الخاصة التي كانت في العام الماضي أمام القادسية الكويتي. لا يمكن للجمهور الاتفاقي ولا الجمهور السعودي أن ينسى هدف صالح بشير الذي سجله في القادسية الكويتي في مباراة الإياب، وكان هدف التعادل الذي كان كفيل بحصول البطولة الاتفاقية للمرة الثالثة. هذه كرة منقولة للأمام اتفاقية، ولكن أيضا يأتي الخطأ لاحظ الضغط الهلالي من خلال بداية شوط المباراة الثاني. طارق التايب في محمد الشلهوب، ياسر، محاولة من ياسر ولكن هناك أيضا خطأ على ياسر القحطاني أو خطأ لياسر القحطاني في الكرة الماضية. هذه ملعوبة سريعة لطارق التايب، السرعة أيضا مطلوبة، كرة منقولة للأمام ملعوبة للخطران، يتقدم ينجح في الأولى يمرر في الثانية، ولكنها أيضا تأتي هنا إلى عمر الغامدي، محاولة للتسديد هيئها بشكل جيد، ولكن طارق التايب يلعب الكرة بشكل قوي ولكنها أيضا بعيدة كل البعد عن المرمى لتأتي ركلة أيضا مرمى اتفاقية. على الجو الجميل والرائع في هذا الاستاد،
الرائع في هذا الاستاد الجميل والرائع، استاد الأمير محمد بن فهد الذي أسس عام 1394، واحد من أقدم الملاعب أيضا في المملكة العربية السعودية، والتي تم تجديدها عام 1419. هذه كرة منقولة فيها تسديدة ملعوبة وفلتت من العيع، ولكن عادت من جديد، خلصها أيضا سجلها، يحاول يسددها البرنس تاغو، ولكن محمد دعيع أخطأ أيضا مع هذه الكرة، عادت من جديد، وبالتالي واحدة من أخطر الهجمات في شوط المباراة الثاني. الاتفاق يبدو أنه عازم، الاتفاق يبدو أنه محاول أيضا كثيرا. لاحظ التسديدة الماضية، كانت التسديدة من البرنس تاغو، ولكن أيضا تدخل المفرج في الوقت المناسب، كانت المضايقة الموجودة للمفرج في الكرة الماضية. تأتي هناك، يبدو أن اللاعب المصاب على أرضية الميدان. كنت ألاحظ وقال أيضا الزملاء وتوقع الزملاء في الاستديو أن يكون شوط المباراة الثانية بداية اتفاقية، ولكن أيضا الزميل العزيز الأستاذ عادل البطي تحدث إذا الاتفاق لم يسجل من خلال 10 دقائق الأولى من شوط المباراة الثاني فإن الأمور سوف تزداد صعوبة على الاتفاقيين. لكن الاتفاقيين بدأوا بشوط المباراة الثاني بشكل هجومي بشكل جيد، تحرك بشيرا صالح بشير وأصبح خطير على الجهة اليمنى. هذه كرة ملعوبة عالية، ولكن البرنس تاغو هذه المرة إلى خارج الملعب. الخطورة من الجانب الاتفاقي تأتي من البرنس تاغو دائما وأبدا، والخطورة هناك على الجانب الآخر تأتي من القناص، وتأتي أيضا من اللاعب الرهيب الآخر اللي هو طارق التايب. ركلة المرمى تأتي لمحمد دعيع، ومحمد دعيع يلعب كرة عالية. عبد العزيز الكلثم، مشعل السعيد يتدخل، ولكن أيضا الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس. تأتي رمية تماس، الأوراق المطروحة للمدربين للهلالي كوزمين أولاريو. أعتقد أن أمامه هناك ورقة ممكن تكون بديلة وناجحة، وهو أحمد الصويلح. ما إذا كان هناك قرارات كوزمين أن يلعب أكثر مهاجما، أو يكون هناك لاعب آخر ونجم ذهبي لامع في الكرة السعودية اسمه نواف التمياط. هنا الكرة تصل سهلة إلى الحارس محمد العيع، ملعوبة على الجهة الأخرى. عبد العزيز محاولة أولى، ولكنها أيضا عادت من جديد. الشهري علي، مراوغة في وسط الميدان، ولكن أيضا يحتسب خطأ. خليفة الدوسري الذي أدى شوطا جيد، ما عدا أيضا القرار اللي احتسب في ركلة الجزاء، والذي نترك هذه الكرة كانت خاطئة فيها عدم تفاهم في الكرة الماضية، ولكنها بالتالي عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى هلالية. الآن الهلال هو الذي يعاني من الضغط على مرمى، هو الذي يعاني من الضغط على مرمى حتى الدقائق الثمان التي بدأت من شوط المباراة الثاني، ولكن الإيجابية هي في الفوز في هذه المباراة. النتيجة، الأرقام هي التي ستحسم هذه المباراة. ياسر القحطاني يحاول يتخلص، حكم المباراة يقول ما فيها شيء، عادت من جديد. سعد العبود يحاول يتقدم، ولكن أيضا ياسر الياس لا زال في أرضية الميدان، وياسر الياس يعاني من إصابة. ياسر الياس كان في الكرة الماضية لاعب أيضا قدم، ولكنه عانى أيضا من الضغط في شوط المباراة الأول، مما دعا أيضا كوزمين أولاريو المدرب الروماني أنه يستدعي عبد العزيز العبد السلام. هنا الإعادة للخطأ والإصابة التي حدثت أيضا للاعب الشاب ياسر الياس في الكرة الماضية. وهنا نظرات أخرى من الموهوب الذي تنتظره أيضا الجماهير الهلالية، الجماهير السعودية بشكل خاص، لمن تكون الوجهة. هل تكون الوجهة مع الجماهير الهلالية أو مع الاتفاقية؟ الجماهير الهلالية ستكون هلالية، والاتفاقية ستكون اتفاقية. والبعض من الجماهير يحب الفرجة على هذه المباريات، والبعض قد تكون له ميول أخرى إما هلالية أو اتفاقية. هكذا هو الحال بالنسبة للكرة السعودية. كرة منقولة، الشهري في وسط الميدان، ملعوبة أيضا محمد روبيز، ملعوبة إلى صالح بشير على الجهة اليمنى، محاولة أيضا، هذه فيه خطورة، ولكن تفاريس يتدخل في الوقت المناسب، وأيضا معاتبة لأن الجهة اليسرى لاحظ فيها تقدم هلالي. من هنا تفاريس يعاتب أيضا زملائه، لاعب له ثقله، له وزنه، لاعب أيضا له أيضا توجيهات طوال المباراة.
هو وأيضا الحارس الذي خلف محمد الدعيع. كرة الزاوية ملعوبة للأمام داخل منطقة الجزاء، ملعوبة ولكنها أيضا سهلة. عبد العزيز الكلثم لعب الكرة وإلى خارج الملعب وإلى رمية تماس. مشعل السعيد، البرنس تاغو، محاولة أولى، مراوغة، لاعب مشاغب جدا البرنس تاغو، واحد من أميز اللاعبين أيضا في الفريق الاتفاقي في هذه المباراة، بالإضافة إلى حسين النجعي الذي ظهر كثيرا في شوط المباراة الأول. هنا يبدو أن توني أوليفيرا المدرب الاتفاقي طال صبره طويلا، ولذلك سيلعب بأولى أوراقه، والأوراق الاتفاقية المطروحة بالنسبة لأوليفيرا. هناك خيارات، إبراهيم المغنم يمكن يكون واحد من هذه الخيارات، ماجد العبد الواحد المهاجم ممكن يكون واحد أيضا من هذه الخيارات، حسين النجعي يحاول يسدد باتجاه المرمى ولكنها بعيدة من حسين النجعي، لعبها وبالتالي إلى خارج الملعب. لا، هذا هو محمد روبيز الذي سدد الكرة الماضية، بالتالي اعتلت الكرة وإلى خارج الملعب. هناك تشابه أيضا في الجسمين ما بين حسين النجعي وفي الستايل أيضا في الجسم أيضا هو ومحمد روبيز، وبالتالي حكم المباراة هنا يستدعيه الحكم الدولي الحكم الرابع جعفر الخباز. يبدو أن الحكم خليفة الدوسري يشير إلى شيء موجود بالنسبة للاحتياطيين المتواجدين على الجانب الآخر. وبالتالي هو الجانب الاحتياطي هناك، ويبدو هناك توجيه من الحكم خليفة الدوسري لأن الاحتياط الاتفاقي كله خلف الحارس محمد الدعيع. يبدو أنه شاهد شيء، لاحظ شيء، فبالتالي يوجه الحكم الرابع على تلك النقطة. هذه كرة ملعوبة للأمام، انطلاقة عبد العزيز الكلثم، محاولة ولا زالت أيضا داخل أرضية الميدان. روبيز، محمد روبيز، تدخل أيضا من عبد العزيز الكلثم. عمر الغامدي في وسط الميدان، ملعوبة إلى خالد عزيز، لم يظهر كثيرا، لا نشاهد عزيز كثيرا لكن له الأدوار أيضا الكثيرة جدا. كرة منقولة اتفاقية، محمد روبيز على الجهة الأخرى، صالح بشير يطلب الكرة بالفعل، ملعوبة للأمام ولكنها أيضا تغطية دفاعية. الاتفاق يريد أن يحسم هذه المباراة، والهلال يريد أن يحسمها مبكرا، ومن هنا تأتي الطموحات بين الفريقين. هنا تأتي الورقة الأولى. سعد العبود يخرج من أرضية الميدان، وبندر هو اللاعب البديل. إذن التغيير، إذن سعد العبود أول خيار بالنسبة لأوليفيرا البرتغالي، وبالتالي يستغني عن خدمات سعد العبود. وراح نتابع اللاعب اللي نزل إلى أرضية الميدان. كرة منقولة ولكنها أيضا سهلة أيضا. سياف البيشي يحاول يتقدم للأمام، وكرة ملعوبة لصالح بشير، ولكن أيضا هناك خطأ على الهلاليين. إذن سلمان الحريري اللاعب اللي نزل هو سلمان الحريري، اللاعب البديل لسعد العبود، وبالتالي هي أول أوراق أوليفيرا في هذه المباراة، والمباراة فيها إصرار. لا زلنا أيضا ننتظر الكثير في شوط المباراة الثاني، لكن الاتفاق حتى الآن هو الذي يضغط كثيرا على مرمى الهلال لكن دون التحصل على النتيجة. كان هو الأفضل أيضا في شوط المباراة الأول، ولكن أيضا كانت هناك المبادرة الهلالية. الهجوم، هذه كرة سلمان الحريري ولكن أيضا صافرة، وخطأ اللاعب البديل مع أول كرة يتحصل على خطأ، وبالتالي على الجهة اليسرى الاتفاقية. أوليفيرا
المدرب البرتغالي الذي درب الأهلي السعودي في 2002 2003 2004، ولكن لم يستمر معه طويلا. هنا يأتي مع الاتفاق لموسم واحد، وهو مدرب ذكي جدا له تاريخ طويل أيضا. كرة منقولة على الأمام، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ولكنها عدت، لازالت خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن هذه المرة سهلة إلى يد محمد دعيع. محمد دعيع على برنس تاغو أيضا عمل له شغل في الهجوم الاتفاقي، هو الذي تحرك كثيرا. لما يتحرك صالح بشير أعتقد مع البرنس تاغو يحضرون ثنائيا خطيرا أمام المرمى الهلالي. عبد العزيز الكلثم في وسط الميدان. صدقوني لا زال في هذه المباراة الكثير، صدقوني لا زال الكثير من هذه الأسرار ومن خبايا هذه المباراة. لا زالت الحكاية مستمرة. كرة على الجهة اليمنى، عبد العزيز الكلثم يتقدم من الأول ولكن لعبها خاطئة. كان هناك ما فيها تفاهم في الكرة الماضية، عدت من الشلهوب وبالتالي تأتي على الجهة الأخرى. راشد الرهيب في وسط الميدان. الشهري علي قائد الفريق، 29 سنة هذا اللاعب. عمر الغامدي، لمسات هلالية من أفضل الفرق أيضا، أقولها بأمانة، التي تلعب أيضا الكرات البينية خذوهات والمثلثات في وسط الملعب. هذه كرة منقولة ولكن أيضا التدخل السليم هناك من مشعل. هذه كرة ملعوبة. حسين النجعي لاعب جيد في وسط الميدان، لعبها لسلمان الحريري لكن أيضا تغطية تأتي هنا لخالد عزيز، وخالد عزيز يبحث عن الكرة الأخرى في وسط الميدان لطارق التايب، وطارق التايب أيضا ملعوبة للأمام لعبد العزيز الكلثم، والكلثم محاولة. بدأ أيضا الحصار، الهلال يحاول أن يفك الحصار الذي كان عليه من خلال شوط المباراة الثاني. نحن أحبة الكرام متتبعي شبكة راديو وتلفزيون العرب ART في الدقيقة 17 من شوط المباراة الثاني، ولا زال الهدف المبكر الذي أحرزه ياسر القحطاني في شوط المباراة الأول هو ما كانت عليه المباراة من إيجابية حتى الآن. اللاعب الهلالي المصاب في أرضية الميدان. هناك نعم نجوم في الملعب، لكن بعض النجوم أحيانا تغيب، والنجوم الكبيرة قلنا مرارا وتكرارا تغيب أحيانا لكنها لا تختفي أبدا. نلاحظ صالح بشير، نلاحظ محمد الشلهوب الذي هو نجم كبير ونجم عربي أيضا واعد، ولاعب آسيوي أيضا تم اختياره في الموسم الماضي أيضا، ولكنه غائب على كل الأحوال في هذه المباراة. تأتي ركلة الزاوية، وركلة الزاوية الهلالية، ومن خلال 18 دقيقة الأولى يبدو أن الاتفاق هو من يلعب في ملعب الهلال، لكن كرة القدم هي من تعترف بالنتائج، هي من تعترف بالأهداف. بعد ذلك بعد نهاية هذه المباراة لا يقولون أن الاتفاق ضغط كثيرا، ضيع كثيرا، حاول كثيرا. في النهاية يقولون مثلا أن الأزرق الهلالي هو من ظفر بالنتيجة، والتاريخ سيسجل النتيجة ولا يسجل الإيجابيات الأخرى في المباراة. مشعل السعيد، حسين النجعي، منقولة على الجهة اليمنى، محاولة حسين النجعي، عادت للخلف، محاولة اتفاقية. راشد رهيب لعبها عالية، ولاحظ هذه كرة ملعوبة، تسديدة، الله! الساحل شرقي والهوى شرقي، الهوى شرقي مع هذا الجول. يأتي الاتفاق، بحث الاتفاق كثيرا عن هذه الكرة، لعب الكرات الطويلة لنشاهد. يبدو أنه البديل الناجح، يبدو أنه سلمان الحريري، يبدو أنه سلمان الحريري مع الكرة الماضية، الكرة العالية شاهدوها، تابعوها. لاحظ راشد رهيب عندما يتقدم، هذه كرة ملعوبة عادت من صالح بشير، لكن البديل، لكن الحريري هو من حرر الاتفاق في هذه الكرة، هو من حرر الاتفاق وشاهد المباراة. والورقة الأخرى تأتي من أوليفيرا الذي قلت عنه أنه طبعا واقعي كثيرا وذكي كثيرا، يأتي مع هذه الكرة والفرحة الاتفاقية هنا تأتي، والتبديل يأتي هنا اتفاقي. قائد الفريق هو من علي الشهري، هو من يغادر في هذه الدقائق، والبديل
الدوسري، فيصل الدوسري، والفرحة الاتفاقية والمدرجات الاتفاقية الآن تهتز هنا في هذا الملعب، ملعب الأمير محمد بن فهد هنا في المنطقة الشرقية. الهلال في شوط المباراة الأول لعب بشكل جيد ولعب تكتيك، ولكن بعد ذلك كان عليه إرهاق واضح تماما. هنا تغيير آخر، البرقان هنا يأتي كأول ورقة ويغادر عبد العزيز الكلكم. هنا الأوراق بدأت تتحرك، هنا الأوراق بدأت تختلط هنا للمدربين، بدأ الفكر التدريبي يتحرك بالنسبة للروماني. بدأ الآن البرقان هي الورقة القادمة، وعبد العزيز الكلكم الذي قدم من وجهة نظري مباراة أيضا جيدة. سلطان البرقان هو من يزج به كوزمين أولاريو، وسنشاهد وسنتابع الآن لأيضا نعطي أيضا ساعاتنا ونرجع لساعاتنا منذ البداية ونعود إلى نقطة الصفر هنا في هذه المباراة. التعادل هدف لهدف. قلت قبل ذلك أن الاتفاق منذ بداية شوط المباراة الثاني وهو يحاول كثيرا وحاول بالفعل ونجح مع الكرة عندما تقدم، وقلت والله عندما يتقدم راشد الرهيب، عندما يتقدم راشد الرهيب هذا اللاعب اللي معاه الكرة يحدث خطورة، لعبها كرة عالية وبالتالي عادت للحريري وسجل منها هدف التعادل. كرة منقولة والاتفاق الآن يحاول، الاتفاق هو الذي يبحث عن الهدف الثاني، والهلال الآن في شوط المباراة الثاني يبحث عن البدلاء والأوراق التي تأتي. وهنا كان ظاهرا أحمد الصويلح، أحمد الصويلح دائما ما يظهر في هذه الأوقات ويحرز نتائج إيجابية للهلاليين. هذه كرة منقولة، محاولة تسديدة ولكنها عالية وبالتالي إلى خارج الملعب. أولاريو بدأ يفتح كل أوراقه الروماني في هذه المباراة، بدأ الآن يوجه، بدأ الآن من سيكون هناك. أعتقد أن محمد الشلهوب هو الذي سيغادر، وبالتالي أحمد الصويلح سيكون هو مع ياسر القحطاني في المقدمة، إلا أن يكون هناك رأي آخر لكوزمين الروماني. كرة منقولة، خالد عزيز الخطران على الجهة اليسرى، والبحث الهلالي الآن، لأن الزعيم عندما يجرح يعود. الكبار عندما يجرحون بهدف في مرماهم فإنهم ينتفضون ويتحولون إلى فريق آخر كعادة الكبار، والاتفاق أيضا هو الآخر كبير، وبالتالي نحن على متعة واضحة وخاصة في هذه المباراة. بالفعل محمد الشلهوب كما توقعت هو من يغادر في هذه المباراة، ومن يأتي هناك أحمد الصويلح. أحمد الصويلح هو الورقة والبطاقة الثانية بالنسبة للروماني كوزمين أولاريو. سيلعب أحمد الصويلح بجانب ياسر القحطاني، لأن الهجوم الهلالي في الدقائق الماضية أيضا كان غائبا تماما، لأن ياسر القحطاني وحيدا حاول كثيرا، نجح في شوط المباراة الأول ولكنه بعد ذلك أعتقد أن الدفاعات الاتفاقية تنبهت لخطورة ياسر القحطاني، وبالتالي الآن أولاريو كان مطالب قبل هذه المباراة أن يلعب بأحمد الصويلح وياسر القحطاني، ولكن التكتيك الخاص الذي يقوده أيضا الروماني الذي هو أيضا أقولها بصراحة يعني كان من الهلاليين يعني مطالب في هذه المباراة، بل هو مطالب في هذه البطولة ليعوض الخسارة الآسيوية الذي جرح من خلالها الزعيم، بل وجرح من خلالها الجمهور السعودي كافة. وأيضا عندما خرج الشباب من البطولة السعودية لم يبقى للسعوديين إلا هذه البطولة، إما للاتفاق يتمنونها أو للهلال يتمنونها. بالتالي هناك المباراة الأخرى، الانتظار من يتأهل الذي يكون الموعد لاحقا، والتواصل معكم في 26 من نوفمبر إن شاء الله تعالى. سيؤجل الحسم أم يكون هناك في هذه المباراة يأتي فريق ليحسم هذه المباراة. هذه كرة على الجهة الأخرى، صالح بشير استيقظ في شوط المباراة الثاني وحاول أن يعمل بالفعل خلخلة على الجهة اليسرى الهلالية. لاحظ تمريرات التائب، الهدف الذي سجل. أقولها والله بصراحة أن مثل هذه التمريرات تدرس كعلم أيضا في كرة القدم. كرة منقولة للأمام،
وتأتي التغطية في وسط الميدان. اتفاقية المحاولة، لا زال الاتفاق يبحث، لا زال الاتفاق يطمع في أن يسجل هدف ثاني، لأن الاتفاق أحبتي الكرام هو يلعب هنا على أرضه وبين جماهيره. لعل الظروف هناك تختلف. هنا روبيز يحاول التسديد لكن أمام مواجهة من دفاعات الهلالية تأتي على الجهة الأخرى. نشط الاتفاق على الجهة اليمنى، محاولة تسديد هذه المرة ومخادعة، ولكن هناك ردة الفعل من الحارس الكبير محمد الدعيع. كانت التسديدة غيرت اتجاهها، ولكن يا سلام على ردة الفعل من الحارس العملاق. لاحظ مثل هذه الكرات تخدع يعني أكبر حراس المرمى. كرة منقولة وتأتي إلى رمية تماس اتفاقية، تأتي إلى رمية تماس. والله إذا تسألوني بالفعل أنا واحد من الناس مستمتع بهذه المباراة، مستمتع ومتفاعل مع هذه المباراة، لأن هناك فريقين بالفعل سعوديين وكأنه علامة لظهور كلاسيكو جديد في الدوري السعودي بين الاتفاق والهلال بعد أن كان الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد. هذه كرة منقولة على الجهة اليمنى، ملعوبة على الجهة اليمنى. قلت قبل ذلك أن الجهة اليمنى اشتغلت تماما. كرة ملعوبة وخادعة، ولكنها أيضا معها يتابع محمد الدعيع بالعين وبالنظر ويكتفي أيضا معها باليدين. تأتي ركلة المرمى. والله الهلال في هذه الدقائق هو الذي يعاني، هو الذي يعاني تماما. أيضا لم أشاهد شخصية الفريق الهلالي غابت، وهنا النظرة وهنا المتابعة من الجماهير الهلالية التي تمني هذا المساء أن يأتي الهلال ويذهب إلى الرياض ب3 نقاط لتكون المهمة أسهل هناك في الرياض. رمية تماس هلالية. تأتي من جديد مع نقترب أحبتي الكرام إلى الدقيقة 27. هذه كرة ملعوبة هلالية ولكن عادت من جديد، وبالتالي حكم المباراة السيد خليفة الدوسري هناك أعطى مبدأ تحت الفرصة. بعدما ذهبت الكرة عاد واحتسب الخطأ. لاحظ الكرة كان هناك اشتراك مع أحمد الصويلح وبالتالي الخطأ للفريق الهلالي. هل ينجح الهلال مع هذه الكرة؟ هناك تقدم للاعب الهلال. تفاريس لاعب طويل، كرة ملعوبة للأمام، ولكن تفاريس حاول مع الكرة ولكن الكرة إلى ركلة مرمى. حتى الآن هناك في استاد الشيخ محمد بن راشد تأتينا نتيجة أن الجزيرة متقدم على الوكرة في دوري أيضا نصف النهائي. لنتابع هذه الكرة وملعوبة ولكن أيضا التغطية الاتفاقية. كرة منقولة، عبد العزيز الخطران على الجهة الأخرى، هو يحاول، هو يمني نفسه أن يلعب الكرة للقناص. كرة ملعوبة ولكن أيضا تأتي التغطية. يعني عندما تصل الكرة إلى ياسر القحطاني والله كل القلوب أيضا الاتفاقية والجماهير الاتفاقية وكل المدافعين الاتفاقيين يتابعون يراقبون هذا اللاعب. قلنا قبل ذلك أن الجزيرة الإماراتي هناك يتقدم في ملعبه على الوكرة القطري، أو ليس على الوكرة، هو يتقدم على مسقط أو على النصر العماني، عفوا النصر العماني. هناك المباراة الأخرى. هذه ملعوبة داخل منطقة الجزاء ولكنها أيضا حارس المرمى فيصل الخالدي. الكرات أيضا اللي يلعبها أيضا الهلاليين خطرة. بدأ الهلال يتحرك، بدأ يتحرر من منطقة أيضا الجزاء اللي كان واقف فيها، بدأ يتقدم خالد عزيز، بدأ يساند الغامدي. بالتالي حاول الهلال كثيرا مع تواجد أعتقد الصويلح، مع تواجد الآن ياسر القحطاني. أعتقد أن الخطورة قادمة بالنسبة للهلاليين، ولكن الاتفاقيين يلعبون أيضا بشكل جيد بتكتيك خاص. أوليفيرا يلعب بشكل جيد، المدرب البرتغالي. كرة منقولة البرنس تاغو ولكن أيضا تغطية تفاريس. هذه كرة ملعوبة ولكن أيضا الصويلح يتدخل مع الكرة الماضية ويحتسب حكم المباراة خطأ على أحمد الصويلح. التفكير، كل التفكير في هذه المباراة، لأن نقول من أراد أن يذهب إلى المباراة
هو يريد عليه أن يفوز في هذه المباراة. في المباراة في الموسم الماضي أتذكر أن الاتفاق كان في الكويت عندما واجه القادسية، فاز بهدف محمد السهلي في تلك المباراة، ولذلك جاء هنا في ملعبه في هذا الملعب تحديدا وكان متأخر بهدف قبل أن يسجل له النجم الكبير صالح بشير هدف التعادل الذي أعطى الأفضلية للاتفاقيين. هنا التقليعات الخاصة، الجماهير والله حضرت منذ وقت مبكر جدا لهذه المباراة، وكان هناك عطاء متواصل سواء للجماهير الاتفاقية سواء للجماهير الهلالية التي تؤازر. هنا من كل جانب أيضا الكاميرات تنتقل على المدرجات الخاصة في هذا الملعب والاستاد الرائع والجميل. بالتالي هناك من يراقب يعني هذه المباراة بعين من هذه الملعب من هذا المكان، وهو رئيس نادي الاتفاق السيد أيضا عبد العزيز الدوسري الرئيس الذهبي الذي يطلق عليها الاتفاقيين أيضا. وهناك سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال الذي لا يتواجد في هذا اللقاء لظروفه أيضا الخاصة، وبالتالي هو يتابع أيضا بعين ثاقبة هذا اللقاء، وخاصة أن الهلال مع بداية هذا الموسم وبعد خروجه من الآسيوية لم نتابع هذه الكرة بالأول، لنتابع الحالة الهلالية. كرة منقولة، أحمد صويلح يحاول يراوغ، لاعب مراوغ جيد لكن المساندة ليست موجودة، يأتي متأخرا ياسر القحطاني، المحاولة لا زالت مستمرة ويحاول معها صويلح، وبالتالي إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. هناك بدأت الجماهير تتفاعل كثيرا مع هذا اللقاء، مع أيضا تحركات الهلال، مع تحركات الاتفاق من كل جانب. هنا تعطي الإضافة الكبيرة في هذا اللقاء. هذه كرة ملعوبة للخلف، خالد عزيز في وسط الملعب للبرنس الليبي وليس البرنس تاغو، وتأتي إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى في مواجهات الفريقين الهلال والاتفاق. لو نظرنا إلى آخر 10 مواجهات نلقى أن الزعيم هو الذي سيطر على تلك اللقاءات، سيطر في 7 لقاءات، كان التعادل حاضر في مباراتين، وكان الهلال كان الاتفاق هو الذي فاز في لقاء واحد فقط. كان آخر فوز نتصور للاتفاقيين على الهلاليين في موسم 2004 كان في كأس الأمير فيصل بن فهد بركلات الترجيح، يومها فاز الاتفاق بالبطولة. كان هذا هو آخر عهد للاتفاقيين، فوز على الزعيم الهلالي. كرة منقولة في وسط الملعب، عادت من جديد اتفاقية على الجهة اليمنى، محاولة للاتفاق، الكوماندوز الاتفاقي يبحث أيضا عن هدف ثاني ليريح جماهيره، ليريح نفسه أيضا من مباراة الذهاب، ليريح نفسه من تاريخ 26 نوفمبر. كرة منقولة، مشعل السعيد يحاول، عبد الله روبيز، كرة منقولة في وسط الملعب، عادت أيضا لمارسيلو تافاريس، وبالتالي تأتي من جديد الكرة الاتفاقية. لاحظ الجهة اليمنى هي الأكثر، لكن الجهة اليسرى الهلال تعاني. هذه كرة منقولة ولكن أيضا ملعوبة وفيها خطورة ومطالبة من الاتفاقيين بركلة جزاء، لكن حكم المباراة أيضا يأمر باستمرارية اللقاء والكرة الماضية معها برنس تاغو، وبالتالي تأتي أيضا من جديد إلى يد حارس المرمى محمد العيع. سنشاهد وسنتابع الإعادة. لاحظ هي ارتطمت بالفعل في يد تافاريس، لكنها أعتقد لم تكن متعمدة، وبالتالي إن كانت متعمدة أو غير متعمدة بالتالي هناك قاض آخر غير خليفة دوسري في هذا الميدان، هو محمد فودة الذي سيأتي إن شاء الله. هناك تغيير آخر. هذه اللعبة من جديد اصطدمت بالفعل، وكانت هناك مطالبة بركلة جزاء أولى في شوط المباراة الأول نتذكرها، وهنا مطالبة بركلة جزاء أخرى. هنا أوليفيرا يأتي بالورقة القادمة الاتفاقية، يبدأ أنه يتعامل بكل أمانة أوليفيرا المدرب الاتفاقي بكل الحقيقة جدية مع هذا اللقاء، وهو يلعب هذا اللقاء على أرضه وبين جماهيره، بالتالي تأتي الخطأ هنا في أرضية الميدان. اللاعب البديل الذي نزل مع بداية الدقائق الماضية هو ماجد العبد الواحد،
اللاعب أيضا الجيد في صفوف الاتفاق، قادم أيضا وجه جديد، هذا هو ماجد عبد الواحد. محاولة أولى ومحاولة ملعوبة داخل منطقة جزاء، ولكن تغطية هنا تأتي إلى ركلة زاوية، تأتي إلى ركلة زاوية اتفاقية. إذا ماجد عبد الواحد هو البديل القادم والورقة القادمة ومخرج المباراة، يتفاعل أيضا مع الكرة الماضية، يعيدها من كل زاوية من كل اتجاه. بالتالي نحن نعلق على ما نشاهد. هذه كرة ملعوبة وبالتالي تأتي عالية إلى خارج الملعب. والله الزعيم الهلالي في هذه المباراة يعاني تماما. تحدثت الصحف الرياضية عن أن وضع الاتفاق واستقرار الاتفاق كان هو الأفضل، وكان متوقع هذا السيناريو لهذه المباراة تحديدا. محمد الدعيع يلعب، ولكن أحبتي الكرام نحن على مشارف 10 دقائق الأخيرة من هذا اللقاء الممتع، من هذا اللقاء الجيد. التعادل هنا يأتي هدف لهدف. كرة منقولة، عبد الله روبز على الجهة اليمنى، محاولة المحاولة الاتفاقية مع دخول أيضا ماجد عبد الواحد ستكون الإضافة قوية. بالتالي تأتي من جديد الحريري صاحب هدف التعادل. هذه تسديدة ولكنها إلى يد محمد الدعيع، ولكنها إلى يد محمد الدعيع، هو المتصدي لكل الكرات. ينجح أيضا من جديد محمد الدعيع في صد الكرة. مشعل السعيد، والسعيد يبحث الكرة عن سلمان الحريري. سلمان يحاول على الجهة الأخرى. صالح بشير هناك يحاول يسدد، هذا المكان اللي يحبه، لعبها لماجد عبد الواحد. محاولة أولى، مراوغة أخرى، يبحث أيضا لاعب جيد مراوغ ولكنه تباطأ وبالتالي يصل إلى خطأ. الخطأ هذا خطير لشيئين، لأن هناك تأتي البطاقة الصفراء. اعتقد أنها أتت هنا للمفرج لنتابع للاحتجاج على قرار حكم المباراة خليفة الدوسري. هنا أيضا تكمن الخطورة لأنها في مواجهة المرمى. نتابع الكرة الماضية، تدخل معها المفرج، حكم المباراة كان قريب واحتسب الخطأ على رأس منطقة الجزاء. بالتالي الخطورة من جهتين، الخطورة لأنها مواجهة في المرمى، الخطورة لأنها أيضا قريبة من منطقة الجزاء. وبالتالي من يتعامل مع هذه الكرة لا من خلال التنفيذ ولا من خلال التسديد أيضا ستأتي هذه الكرة. الكل يتابع. الجماهير الهلالية هنا تضع يدها على قلبها، الجماهير الاتفاقية في الجانب الآخر والله تمني النفس أن يأتي هدف اتفاقي ثاني في هذا المساء الرائع والجميل هنا في هذا المساء. نتابع، نراقب، ندقق مع هذا الخطأ. وبالتالي من يسدد الخطأ؟ اعتقد أن حسين النجعي هو دائما المتخصص مع هذه الكرات. حسين النجعي وعبد الله روبز. هنا عبد الله روبز هو من يسدد هذه الكرة. ملعوبة يتركها، ملعوبة مرت من جنب القائم. القائم أيضا لاحظ مشعل السعيد لعبها بشكل جيد وبشكل حلو، لعبها بشكل لا فموزة، وبالتالي تأتي إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. هنا تأتي الخبرة المحنكة من الدعيع، يحاول يمتص الحماس الاتفاقي، لأن الاتفاقيين بالفعل هم من يسيطرون على هذا اللقاء، لكن أيضا التعادل هو حاضر في هذه المباراة. أحبتي الكرام، هذه كرة منقولة. طارق التايب يحاول أن يظهر، مراوغة أولى ناجحة، لا مشاكل مع التايب، كرة منقولة وبالتالي يصل التايب وإلى خارج الملعب. هناك انتهت المباراة. الجزيرة الإماراتي أنهى أول حصة من 90 دقيقة الأولى وانتهت بهدفين للجزيرة الإماراتي مقابل هدف واحد للنصر العماني. لنبقى هنا لنكمل 90 دقيقة. ما تبقى على هذه المباراة هو 6 دقائق. أحبتي الكرام، متتبعين في كل مكان في الوطن العربي الحبيب، الاتفاق
والهلال في نصف نهائي البطولة الخليجية 23 للأبطال الدوري والكأس. هنا يأتي خطأ على طارق التائب، والله أقولها بالأمانة، إذا خرج الهلال في هذه المباراة متعادلا فإنه محظوظ كثيرا مع وخاصة في شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة على الجهة الأخرى، هنا محاولة لسلمان الحريري، نجح في الأولى، المحاولة تأتي ولكن تفاريز نجح وعمل الصعب، ولكن سلمان الحريري لعبها عند القائم القريب وتأتي إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس. ماجد العبد الواحد، البدلاء ناجحون، البدلاء القادمون ناجحون. كرة منقولة على جهة، هو تسديدة، سددها، يا سلام يا سلام يا النجعي، ويا سلام ايضا للعملاق محمد دعيع باليد الاخرى وليست اليد القريبة، اخذها من اليد البعيدة، بالتالي عدت الى خارج الملعب، ولولا الله ثم محمد دعيع بكثير ملعوبة وتأتي. هناك يا جماعة الخير حدث بدفاع الهلال، هناك شيء في دفاع الهلال، هناك علامة استفهام على دفاع الهلال. لاحظ أكثر من كرة تأتي، ولكن هناك أيضا خطأ أو إلى رمية تماس حكم المباراة يحتسبه. قلت قبل ذلك لولا إبداع ويقظة محمد العيع في كثير من الكرات لكانت النتيجة هناك تتغير، لكانت النتيجة هناك تتبدل هنا. ونحن أحبة الكرام على آخر 4 دقائق في هذه القصة وفي هذا السيناريو الذي لدينا قصة أخرى وفصول أخرى لن تنتهي بعد. معكم أحبة الكرام هناك في ملعب الملك فهد الدولي بمشيئة الله تعالى. هذه كرة منقولة، أوه على الإثارة، أوه على المتعة، وأوه على الفرجة. راشد رهيب، كرة منقولة وبشكل جيد يتخلص من الأول، ولكن حكم المباراة يحتسب أيضا رمية تماس. حسين النجعي واحد من النجوم الواعدين، واحد من اللاعبين اللي يقدمون مستويات كبيرة في الخارطة الاتفاقية. كرة منقولة عالية ضخمة جزاء للمرة الثانية، لكن هي أيضا هذه المرة العارضة، هذه العارضة تتكلم باللون الأزرق هذا المساء. الشوط الأول صالح بشير، والشوط الثاني لاحظها، اعتقد ان ماجد العبد الواحد اللاعب البديل لعبها بالفعل ماجد العبد الواحد، ولكن ايضا هذه المرة العارضة، مرة القائم ومرة العارضة تتحدث. وهنا يأتي التغيير الثالث، نواف التمياط لعله أيضا يأتي بخيار هنا من كوزمين أولاريو الروماني، هو بديل لطارق التائب اللاعب الليبي. خرج الشلهوب، خرج التائب، بالتالي يأتي هنا البديل في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. أحبتي الكرام هنا نواف التمياط اللاعب القدير، اللاعب الفتى الذهبي الدولي السابق، الذي أتمنى أيضا لهذا اللاعب أن يعود إلى بريقة وإلى مكانة وإلى وضع الحقيقي، لأن قلت قبل ذلك أن الكبار يعودون بسرعة. هذه كرة منقولة في وسط الملعب، عبد الله روبيز لعب دور كبير، هنا منقولة إلى العبد الواحد، مراوغة أولى، محاولة، ولكن تأتي إلى ركلة زاوية. الجماهير الهلالية، إذا كنت أقرأ الخارطة الهلالية في هذا الجمهور يتمنى أن تنتهي هذه المباراة على هذا الحال وعلى هذه الحكاية، ولكن حكم المباراة خليفة الدوسري قد يحرمنا من هذه المتعة. هذه كرة منقولة لأنه وضع أصابعه على الوقت البديل الضائع في هذه المباراة، ولكن لا تذهب كثيرا في هذه المباراة، فلدينا أيضا حوارات أخرى ومباريات قادمة أيضا سنستمتع معها كثيرا، سواء في الدوري السعودي، سواء في البطولة الخليجية، في العربية، في الآسيوية. نحن نتواصل معكم في RT دائما وأبدا. أحبتي الكرام هنا يأتي الخطأ، والخطأ هنا معها أيضا الأعصاب عمر الغامدي، وهناك اشتراك بينه وبين لاعب أيضا الاتفاقي سلمان الحريري صاحب الهدف. هنا حكم المباراة خليفة الدوسري يتحدث مع اللاعبين، أيضا توجيه أيضا من حكم المباراة، وأعتقد أنها
ليس هناك يعني شيء يستدعي فالمباراة في ثوانيها الأخيرة، وبالتالي نحن نقترب أحبتي الكرام. هذه كرة ملعوبة وتسديدة، ولكنها أيضا تصل سهلة إلى حارس المرمى فيصل الدوسري. هناك أيضا لجنة، هنا من اختار محمد روبيز اللاعب الاتفاقي الذي بذل مجهود رائع. محمد روبيز لاعب خط الوسط، وهنا 4 دقائق تحتسب كأفضل لاعب في المباراة. إذا حكم المباراة السيد خليفة الدوسري الدولي البحريني يحتسب 4 دقائق في هذه المباراة ومن عمر هذه المباراة، وبالتالي نحن نترقب، نحن نتابع ونشاهد ماذا البرنس تاغو. هاوكر ملعوبة للأمام، ملعوبة وأيضا عدت من العيع، وأيضا لم تكن هناك توقع من العبد الواحد في الكرة الماضية، لم يكن هناك توقع أيضا من اللاعب لأنها فلتت من محمد العيع. هنا البطاقة الصفراء تأتي على اللاعب العبد الواحد أو على سلمان الحريري، اعتقد لا ماجد العبد الواحد، بالفعل هو ماجد العبد الواحد هو من تحصل على البطاقة. لاحظ الإعادة ما تعامل معها للأمانة محمد العيع، أيضا كانت هي كرة سهلة، بالتالي فلتت أيضا من يده. الحديث طويلا عن الدفاعات والحراسة الهلالية أنها لم تكن في المباريات الماضية أيضا بالمستوى المأمول، ولعل إذا كان الفريق ليس في حالته يؤثر تماما على بقية الخطوط الأخرى، والهلال أيضا ليس في وضعه الطبيعي. وقلنا إذا لم يكن الهلال في وضعه الطبيعي وهو يحقق نتائج، لازال أيضا يحقق نتائج إيجابية. هذه كرة منقولة للعبد الواحد على الجهة اليمنى، فيها محاولة تسديدة ولكنها إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى تأتي هلالية، ومعها تلتقط الأنفاس هنا للهلاليين، وهنا المتابعة في كل زاوية منه ومكان. هنا هذه كرة ملعوبة، محمد العيع راح يلعب ركلة المرمى وملعوبة للأمام. ياسر القحطاني غاب في شوط المباراة الثاني، إن كنا نتحدث عن بشير الذي غاب في شوط المباراة الثاني وظهر قليلا ولو بكرات خجولة في شوط المباراة الثاني، لكن كان له الدعم أيضا في موصلة الهدف الذي أتى للاتفاقيين. لكن هنا ياسر القحطاني، أحمد الصويلح البديل، الورقة بالنسبة لكوزين أولاريو أيضا لم تفعل الكثير. بالتالي بعد هذه المباراة ستكون الحسابات مفتوحة والخيارات موجودة في المباراة القادمة. التعادل 1-1 هي نتيجة إيجابية للهلاليين، وهي نتيجة سلبية على الهلاليين، لأن تتعادل في ملعبك تكون هي نتيجة أيضا سلبية. يأتي الخطأ، والخطأ هنا لحسين النجعي الذي أعده واحد من نجوم هذه المباراة، هو أيضا والبرنس تاغو. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تأتي عالية هذه المرة وإلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. الأنظار هنا تتجه للاتفاقين. على فكرة الهلال في مبارياته في الأدوار التمهيدية حسم الأدوار التمهيدية كلها في الوقت الأخير، في الدقيقة 88 في الدقيقة 90. نتذكر في مباراة الأولى أمام مسقط العماني عندما أحرز أحمد الصويلح في الدقيقة الأخيرة، وعندما عاد الهلال مع أم صلال القطري وأحرز في الدقائق الأخيرة هدفين لياسر القحطاني. وهل يفعلها الهلال في الدقائق الأخيرة ولتكون الكلام هناك مصادقة على كل هذه الدقائق التي تأتي؟ هنا الهلال يأتي بخطأ، والخطأ هنا يعني قريب من منطقة الجزاء، وهناك من يتعامل مع هذه الكرات. أعتقد أن نواف التمياط لعلها الكرة الوحيدة الذي يستلمها نواف التمياط، وتكون كفيلة بإحراز نقطة أو 3 نقاط أو فوز ثمين للهلاليين. هناك مدير الكرة السيد منصور الأحمد يعني هو واقف على أعصابه بالجانب، وهناك أيضا الإداري الآخر زكي الصالح واقف على أعصابه من خلال الكرة الماضية. التوجيه من كل مكان، تأتي القلوب لتخفق قليلا مع هذه الكرة الهلالية. كرة ملعوبة، هذه المرة أيضا القائم يتدخل ويحرم نواف التمياط
هذه الدقائق الموعودة لاحظها، لعبها بدقة بحرفنة، ولكن حكم المباراة مع هذه الكرة أيضا يعلن نهاية هذه المباراة وهذه القصة.